لكل الأمهات والآباء اللي مقبلين على إن هم يبقى عندهم بيبي جديد، أو الشباب والبنات اللي لسه هيتجوزوا وبرضه في خططهم أكيد ربنا يرزقهم ببيبي جديد. فالحلقة دي من الحلقات المهمة جدا، فركزوا كده ويلا نبدأ. أهلا بيك من تاني في بوك كافيه، والنهاردة حلقة من الحلقات اللي أنا بحبها وكان بقالي فترة ما عملتهاش، فعملت لكم منها جزء أول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن وهيظهر لكم الأيل بتاعها تاني. والنهارده الجزء التاني من الحلقة دي، وهي حلقة هنتكلم فيها على كتب تربية الأطفال، والكتب اللي هتساعدنا إن إحنا إزاي نساعد الأطفال الجايين إن هم يبقوا أحسن، حياتهم تبقى أحسن. كمان إزاي إن الجيل دلوقتي بقى مختلف عن الأجيال السابقة، وكمان طريقة التربية بقت مختلفة. العناصر اللي حوالينا والمشتتات اللي حوالينا دلوقتي أو حواليهم ما بقتش زي المشتتات اللي كانت حوالينا. إحنا أبسط حاجة زمان كنا بنعملها كانت هي بتلهينا، لكن دلوقتي بقى فيه حاجات كتيرة بتلهيهم غير مفيدة وبتأثر عليهم وبتعمل لهم بعض الأمراض اللي بنتعب جدا في إن إحنا نحاول نحاربها بشكل خطير، وبقت منتشرة بشكل صعب جدا. فالكتب اللي معانا النهاردة هي بعض الكتب اللي هتقدر تساعدنا. ممكن نعمل حلقات تانية، بس خلينا نشوف الأول الكتب اللي معانا. ودايما خليكم مركزين في بوك كافيه، حيث المتعة والاستفادة. اول كتاب هكلمكم عنه النهارده وواحد من الكتب اللي عايزه تنتشر الفتره اللي جايه، ولانه واحد يعتبر كانه زي دليل مبسط كده ودليل شامل لاي حد هيبقى عنده بيبي، من كل حاجه، من ناحيه ال الامراض، من ناحيه العلاجات اللي في الاول، من الرضاعه، من يعني نقدر نقول عليه دليل شامل زي ما هو كاتب كده لصحة طفلك الجسدية والنفسية والاجتماعية. فهيبتدي يقولك في البداية مثلا الرضاعة تبقى عاملة ايه الحاجات اللي بتجيله في أول كام شهور وتقدري تعالجيها زي المغص، وايه الأدوية اللي تاخديها له لما يسخن، ايه اللي يحصل، الحفاضات تقدري تعملي فيها ايه بالترتيب كده على كل سن، وانت ازاي ما تخافيش وازاي تتعاملي مع كل مرحلة هتكون عاملة ازاي. والكتاب ده مهم لأنه برضو الواحدة من الدكاترة المشهورين جدا في طب الأطفال، وهي دكتور هنا أبو الغار. هي أستاذ طب الأطفال في جامعة القاهرة، وحاصلة على ماجستير طب الأطفال في جامعة القاهرة ودكتوراه في التخصص نفسه، وعملت يعني حاجات كتيرة جدا، وواحدة من الدكاترة الحقيقة المشهورين جدا. الكتاب زي ما انتم شفتم هو بعنوان رحلة الحياة، كتاب يعني بيشمل كل حاجة، فيه مزيج من الطب والطب النفسي وعلم وفن التربية، والهدف منه ان هو يساعد الامهات والاباء الجدد. الكتاب فيه امور مهمة جدا ومكون من حوالي حاجة واربعين فصل، يعني تبدأوا تقروه وتبدأوا تاخدوا منه امور مهمة جدا، لانه بياخدك من اول مراحل الحمل والولادة والنمو بتاع الطفل لحد القضايا اللي احنا بنواجهها دلوقتي زي الشاشة ونمو الأطفال، وبيكلمك على حاجة بسيطة من مداخل منهج المونتسوري والحاجات المشابهة ليه اللي تقدري بيها تساعدي طفلك وتخرجيه من المرحلة اللي أنا شايفها دلوقتي من المراحل الصعبة جدا في تنشئة الأطفال. بعد ما هنخرج من مرحلة رحلة الحياة هنوصل لمرحلة الطفل فيها بيبقى أكبر شوية، ومرحلة فيها هيبتدي يتكلم وهيبتدي يغلبنا شوية. في المرحلة دي هتلاقي أول كلمة وأسهل كلمة بيقولها هو لأ. لأ على أي حاجة. فبيقول لك إن الأطفال دايما مش بيفهموا كلمة لأ. لأ اللي احنا بنقولها لهم مش بيفهموا إن ده خطر عليهم، مش بيفهموا إن احنا عايزينهم يبقوا أحسن. فدايما بيبقى فيه كده فترة فيها لحظة عند وغلاسة ورخامة. في الكتاب ده الدكتورة سارة النجار هتساعدك ان انت ازاي تتخطى المرحلة دي مع اطفالك، ازاي يبقى عندك بعض التمارين اللي تقدر تتعامل معاهم فيها، وهو مش مناسب للمرحلة الصغيرة، لكن ليه اكتر من فئة عمرية تقدر تتعامل معاها ازاي، وتقدر يبقى عندك لغة حوار ازاي معاهم، وتقدر تتجنب كتير من المشاكل. وبما اننا جبنا سيرة لغة الحوار، فده هينقلنا لواحد من الكتب برضو الحلوة جدا واللي فيها تعمق في فكرة لغة الحوار. والكتاب ده هو الحوار مع الابناء علاج لكل داء، وهو ده في فكرة التأثير، واللي انت ازاي تقدر يبقى في لغة حوار بينك وبين طفلك. ولغة الحوار دي بس مش من لما يكبروا، لا ده من اول الحمل لحد ما يوصلوا لسن المراهقة او ما بعد سن المراهقة. ازاي يبقى دايما في لغة حوار، ازاي يبقى دايما في قواعد كده ماشيين عليها، ازاي تقدر تصاحبهم.
في جزء فيه إزاي يبقى في المربي يقدر يتعلم الكلام ده ويقدر يتحكم كمان في شعوره وفي أسلوبه وفي سلوكياته، عشان ده بالتبعية بيأثر على الأطفال وبيأثر على سلوكياتهم. الجميل هنا إن اللي هي مقسمة لك زي أسرة أو مقسمة لك زي حياة أشخاص ومواقف بتواجههم، وإن أنت إزاي تتعامل في المواقف دي أو ما شابه المواقف دي ممكن تتعامل فيها إزاي. فواحد برضو من الكتب المهمة جدا ومفيد جدا الحقيقة. نيجي بقى الكتابين بعد كده، ودول كتابين الحقيقة كنز 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 كنز، وهفضل اقول لكم كنز. ده واحد من الكتب اللي انا لحد هذه اللحظة بقرا له وبرجع له. مش عايز اخلصه مع ان المفروض اخلصه، لان انا قربت اوصل مع غالية بنتي للمرحلة العمرية دي، لكنه مهم جدا وفادني الحقيقة في المراحل العمرية دي. وممكن قريب اعمل لكم فيديو عن مراحل كتيرة مع غالية وفي تطور غالية في امور كتيرة ساعدتنا سواء بالقراءة او بالتجربة الشخصية معانا، او في حاجات احنا شفناها سواء من الكتب او من اشخاص تانية مروا بالتجربة دي. والكتاب ده هو التربية الإيجابية الثلاث سنوات الأولى. وهنا بقى طبعا كلنا سمعنا عن فكرة التربية الإيجابية، والتربية الإيجابية ما نضربش، والتربية الإيجابية مش عارف إيه، وسيب الولد يعمل وسيب الولد يجرب. هنا بقى بيقول لك لا، المفاهيم دي مش كلها صح. في حاجات كتير وفي حدود كتير ممكن اسيبها للطفل، بس دي ضمن المظلة اللي انت عاملها له او ضمن حدود انت عاملها له، مش هتسيب الحبل على الغارب. لكن في امور يعني مثلا عايزه يجرب او عايزه يطور نفسه، هعمل له مكان بيجرب فيه الحاجات دي، لكن مش هيخرب في حاجات، مش هيبوظ في حاجات. في ادوات ممكن اجيبها له وهو يبتدي يستكشف بيها نفس الحاجات اللي هو عايز يستكشفها في عالم تاني. ممكن اديله مرحلة الاستكشاف بس وانا مراقب وانا موجه، عشان ما يبقاش الدنيا يحصل فيها خراب. مش بس هو بيكلمك عن الفكرة دي، لكن بيكلمك على فكرة التربية الإيجابية بمصطلحها الأشمل والأعم، دون الدخول في الزيادات أو فكرة الشائعات أو المفاهيم الغلط والخاطئة اللي وصلت للناس عن التربية الإيجابية. بيكلمك كمان عن ليه التربية الإيجابية في الثلاث سنوات الأولى، لأن بيقولك هي دي أهم فترة في حياة الطفل. أنت تقدر تساعده وأنت تقدر تحط له زي القواعد والرولز والمفاهيم وكل الامور اللي بتقدر تبني بيها. زي ما انت بتخش اي جيم او بتخش اي مكان او بتشتغل في اي شركه، فانت عندك شويه قواعد وشويه حاجات المفروض انت بتعرفها في الاول. فهي دي نفس الفكره. طفلك في البدايه انت بتعرفه على الحاجات دي، مش بتسيبه لحد ما يوصل 3 سنين ولا 5 سنين وتبتدي تربيه. لا، هي التربيه بتبتدي من الزيرو لحد 3 سنين. طب بعد كده هتقولي ما ربيهوش؟ لا، بعد كده احنا بنعمل حاجه اسمها التهذيب في التربيه، وهو التهذيب الايجابي في تربيه الطفل. وده الكتاب التاني اللي بقول لكم عليه. ده بيقول لك بقى المراحل اللي بعد كده بتبقى عامله ازاي. انت خلاص حطيت القواعد، حطيت الرول، المرحله الجايه انا بهذبه. الطفل مش شخص كبير فهيفضل فاهم الكلام اللي انت قلته وهينفذه بالحرف. عايز اقولك ان انت هتواجه صعوبات كتيره، والحاجه اللي انت هتقولها مش هتقولها مره، هتقولها اكتر من مره وهتعيدها وتزيدها، لان دايما لازم تعيد وتزيد عليه، لان هو في الاول والاخر طفل لسه برضه مخه ما كملش بشكل واعي وبشكل كامل يقدر يفهم الحاجات دي. لازم هتعيد وتزيد عليه. فلازم خلقك يكون واسع معاه، لازم يبقى عندك انت تمارين تعملها مع نفسك. وهقول لك ان احنا مش ابطال خارقين 24 ساعه، بيجي علينا وقت وبنتعب وبيجي علينا وقت وما بنبقاش قادرين. فطبيعي ان انت تفصل وطبيعي ان انت تاخد راحه. وده دور الاب والام مع بعض، ان هم يساعدوا بعض ودايما يعملوا توازن مع بعض في القصه اللي زي دي. فدي حاجه مهمه ومن الحاجات اللي بتساعد كمان في تربيه الطفل. ده خرجت بره الموضوع شويه بس عشان انا عارف ان ممكن ناس كتير تقول ان انا بقول كلام على الورق، لكن مع التجربه انا بقول لك ان لا، مش منطقي ان انا هفضل طول حياته انا الشخص الهادي المتزن اللي بياخد نفس الافعال. طبيعي هنفعل، طبيعي هيحصل حاجات، بس هنا الكتاب كمان بيوجهك ان انت لما يحصل الحاجات دي هتقدر تتصرف فيها ازاي، او هتقدر تظبطها ازاي بشكل برضو يخلي الطفل واعي للكلام ده، او تنقل له انت الكلام ده ومع الوقت هو هيستوعبه. ففي التهذيب الايجابي واللي خلينا نرجع له، فدي بتبقى مرحله اكبر من التربيه. وخلاص انا ربيت فببتدي اوجه، ابتدي اعدل، لقيت ابتدى يخرج بره المسار فبرجعه تاني للمسار ده. فده دايما دورنا، ودي الكتب اللي تقدر تساعدنا. طبعا مش دي بس الكتب، اكيد في كتب كتيره بتتكلم في التربيه، بس انا من قراءتي للاعمال دي شايفها شويه تعتبر زي دلائل وشويه تعتبر زي مراجع مهمه كبدايه. بعد كده في مراحل تانية اكتر ممكن نتكلم عنها، في مراحل كمان بتعلم المربيين ازاي يربوا وبيساعدوهم. ففي امور كتيره في الكتب التربيه ممكن نتكلم عنها، ممكن اصلا نتكلم على كل كتاب من دول بشكل منفصل واقول لكم
ابسط لكم اكتر عنه واسهل لكم عنهم اكتر، محتاج منكم تشجيع لده ومحتاج منكم تاكيد ان انتم عايزين ده، لان ده هيخليني اذاكر الكتب بشكل اكبر، ابتدي اطلع لكم منها المهم واسهله لكم ونتكلم عنه في حلقات، سواء حلقات كبيره هنا او حلقات قصيره هنا برضو او في الاماكن التانيه زي التيك توك والانستجرام. فمستني منكم تقولوا لي ده، ومستني منكم ترشحوا لي اصلا عايزين تتكلموا عن ايه من الكتب دي، او ايه الترشيحات التانيه اللي انتم عايزينها، عايزين كتب تانيه زي دي ولا كتب في مجالات مختلفه. استنى منكم كل ده في التعليقات. وطبعا عايز اشكركم لو انتم بتتفرجوا لحد دلوقتي على الحلقه، واتمنى ان انتم تكونوا قضيتوا وقت ممتع وكمان استفدتم، واقول لكم ان انتم تقدروا تساعدوا القناه بان انتم تعملوا لايك، تشاركوا الحلقه مع اصدقائكم وتشاركوها على السوشيال ميديا، وتتاكدوا ان انتم مشتركين طبعا عشان يجي لكم حلقات تانية كتيرة زي دي، ومشغلين الجرس اللي جنب الاشتراك عشان بيديكوا كده زي تنبيه على الموبايل ان في حلقة جديدة نزلت، فتبقوا دايما متابعين وتشوفوها اول باول. وفي النهاية صديقي العزيز، ما تنساش تعمل لي طبعا فولو على التيك توك وعلى الانستجرام، بننزل هناك محتوى لطيف جدا. فسلام.